عضلات البطن بتتعمل فعلا في المطبخ زي ما ناس كتيره بتقول، ولا بتتعمل عن طريق تمارين البطن؟ ده هنعرفه في حلقه النهارده. يلا بينا. طيب مش هطول عليك كتير. في دراسه 2015 جابوا مجموعه من البشر قسموهم نصين. النص الاولاني عمل تمارين البطن بصفه مستمره يوم ويوم لا لمده اسبوعين كاملين، والنص التاني ما عملش اي تمارين. المجموعتين دي ودي الاتنين كانوا نفس القيمه الغذائيه او كانوا نفس عدد السعرات الحراريه بالظبط. جم بعد الاسبوعين لقوا التغير بس في الاداء بتاع التمارين. المجموعه اللي كانت بتعمل تمارين البطن باستمرار ابتدت تمارينها في او ادائها في تمارين البطن احسن بكتير عن الاول. قدرت تعمل تمارين بطريقه سهله عن المجموعه الثانيه لما حاولوا يعملوا التمارين بعد اسبوعين. فلا الاداء الرياضي للتمارين البطن احسن، والكور او منطقه الوسط بقت اقوى. اما الدهون زي ما هي او البطن عضلات البطن نفسها ما بانتش. انت كده كده اوريدي عندك عضلات بطن في جسمك، بطنك فيها عضلات، اي حد فينا كده. بس تمارين البطن بتقويها وبتخليها شكلها قوي، بس في نفس الوقت عندك طبقه من الدهون حوالين العضلات دي، فانت لازم تحوش الطبقه دي عشان خاطر تقدر تبين العضلات اللي تحتيها. مهما لعبت تمارين بطن، سواء لعبت 100,000 عدة كل يوم، عضلات بطنك مش هتبان مادام ما انت بتلخبط في اكلك، او مش عامل خطه نظام غذائي كويس، او مش عامل عجز في سعراتك الحراريه. في عمر ما الدهون في جسمك هتقل، فمن الطبيعي ان عضلاتك مش هتبان. الهدف هنا العب تمارين بطن كتير هتقوي عضلات بطنك بجانب الدايت بتاعك. لازم تعمل عجز في سعراتك الحراريه عشان تبدا الدهون عندك تقل وعضلات بطنك تبان. ده الهدف من حلقه النهارده. اعمل دايت كويس محسوب السعرات الحراريه، يكون فيه الفات او دهون قليله، الكارب تكون قليله، بروتين عالي عشان العضلات تبدا تكبر. وفي نفس الوقت العب تمارين بطن يوم ويوم، يوم ويوم لا. بعد فتره قصيره من الزمن اوعدك هتلاقي عضلات بطنك دي متفرتكه. كده خلص موضوع حلقه النهارده او فيديو النهارده. اتمنى الفيديو عجبك تعمل اشتراك في القناه، سبسكرايب في القناه، وتفعل زر التنبيهات، وتعمل لايك للفيديو. وافتكر دايما انك لازم تكون احسن.